لو جربت تسأل أي حد بيركب مواصلات كل يوم، خصوصا لو كان على سكة سفر، هتلاقي عنده حكايات ولا حكايات ألف ليلة وليلة. حكايات حصلت معاه، حكايات الناس اللي راكبة جنبه، حكايات شافها بنفسه على الطريق. علشان كده ما نستغربش إن في نوع أدبي مشهور اسمه أدب الرحلات، أو أفلام مشهورة جدا تجارية اسمها أفلام الطريق أو أفلام الرحلة. ده علشان الطريق بيقدم للجمهور بروفة مصغرة كده لحياة كاملة بكل محطاتها. احنا النهاردة معانا ضيف مميز جدا، مش علشان هو عنده حكايات حلوة، لأ، علشان كمان مجمع حكايات لأكتر من 90,000 من ملوك الطريق. فقلنا بقى نسحب كرسيين ونقعد قعدة حلوة كده على جنب ونسمع منه. معانا النهاردة الأسطى تامر تحسين. منور الدنيا. نورك يا ريس، الله يبارك فيك. كلك واجب. ايه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. لو طلعنا الرخصة الاسم فيها ايه؟ أسطى الاسم كامل تامر تحسين ابو النصر. تامر ده اسم سينمائي. اه محل الإقامة دمياط كفر ساعة. دمياط كفر سعد. ايوه. ونوع الرخصة؟ اولى. نوع جايبها من درجة. تحت بقى، من تباع، تالتة، تانية، كل ده على مراحل سنين. كل درجة ب3 سنين. معايا الأولى الحمد لله بقالي أكتر من 10 سنين. وارث الشغلانة أبا عن جد، والدي سواق، عمامي، يعني كل أبا عن جد، يعني الجد كان شغال في النقل والعربيات، ووالدي وعمامي سواقين نقل. يعني وارث. انت بقالك قد ايه عطارة يا اسطى تامر؟ انا بقالي يعني 17 سنة ما شاء وانا الله، بركب، 17 وانا من سنة. لسه كده وبتشعبط مع ابويا وحابب الشغلانة. نحكي بقى الشعبطة من أولها. انت بدأت فكرة والدك شغال على عربية نقل؟ والدي كان شغال دولي، شغال بره في السعودية وكده. وجينا هنا بدأ بمشروع وكده وعربية هو فبدأت اشترى بقى. عربية؟ اشترى عربية، وكانت عربية لسه بقى صغيرة ربع نقل، وجبنا ميكروباص. يعني في كل حاجة ليا فيها ذكريات. ركبت ميكروباص، ركبت ربع نقل. الوقت بقى قاعد على الأول ما شاء الله. عن نقل التهيب. ما شاء الله. وانت صغير، انت قلت لي والدك وعمامك وكل العيلة، يعني كل رجالة العيلة شغالة في موضوع النقل ده. ما كانش ليك أحلام تانية؟ يعني ما كنتش بتفكر انك شايف نفسك انك ممكن تطلع حاجة تانية؟ لا هو سواق هو نقل. السواق بقى والشعبطة يعني السواق. وأول ما ركبت ايه؟ ركبت ربع نقل. كنت عليها تباع ولا سواق؟ لا، انا كنت مساعد مع والدي. مساعد مع يعني اقعد معاه اشوفه بقى هو بيعمل ايه، بيمشي ازاي. قول لي إيه وظيفة المساعد بيعمل ايه؟ المساعد بقى، يعني بالنسبة للنقل التقيل ده، اسمها دراع السواق اليمين. بيعمل ايه بقى؟ ايه المطلوب منه؟ يعني في شغل النقل الصب، لازم الحمولة تتشمع، تتسلب. تمام، كل ثانية ده واحدة بقى. السواق. آه. يعني ايه تتشمع ويعني ايه تتسلب؟ يعني احنا بنحمل مثلا بضاعة، ولو سكر، ذرة، كل الحاجات دي المطرة او عوامل الجو تتشمع بتأثر دي من عليه. مشمع. اسمها تشميع وتسليب بقى. طبعا في بضاعة ممكن تتهز مع الإعلانات، كلام من ده، فبتتأمن بقى وبتتسلب، لأن البضاعة طبعا السواق بيبقى مضى تتسلب عليها دي اللي هي من السلبة. بالسلب. كل ده شغل يدوي، وطبعا السواق مش هيقدر عليها لوحده، فطبعا معاه مساعد. يعني على الطريق لو قدر الله عجل الكاوتش أي عطل، تنزل تساعده في تغييرها. طبعا هو ممكن السواق ده أصلا مش شغله. يعني في سواقين راكبة العربيات لوحدها، كمثلا زي شغل الحاويات، الشغل الخفيف ما بيحتاجش مساعدين معاه قد كده. لكن شغل بقى النقل، الحمولات التقيلة، فطبعا بيبقى في استهلاك في الكاوتش. الكاوتش بيسخن مع كل شوية عجلة، كل شوية طبعا السواق ما بيقدرش، لازم المساعد ده عليه يعني تركيز كبير بالعربية النقل. معنى كده ان المساعد لازم يبقى عنده خبرة في الميكانيكا شوية. في كل حاجة، ما احنا كنا تبعين يعني. لازم يعني عشان تبقى سواق أولى لازم تبقى تباع. لو ما بقتش تباع، يعني لو طلعت على طول كده ركبت الطارة، هتبقى اسمك سواق طارة. ان انت بتعرف تمشي وتعرف تقف وتعرف تزمر، بس ما جبتهاش من تحت ما يعني. جبتهاش من تحت بقى. عطل مثلا، عربية خدت منك هوا. يعني ايه خدت هوا؟ يعني هي دورة جاز. لو مثلا في تفيصة جاز، خرطوم مثلا او ماسورة كرم او خرمت، حاجة. بتهبط العربية وتقوم مبطلاها. فانت لازم تحضر للعربية، تشوف مثلا الايه الحاجة اللي هي سربت الغاز ده، تأمن عليها، تربطها. لو كان مثلا الخرطوم بتظبطه
ماشي. عشان تدور بقى لازم تحضر العربية اللي الهوا اللي هي مكنة شفطته، لازم تخرجه من العربية عشان العربية تدور. ده تفاصيل تفاصيل بقى الناس اللي فاهمة طبعا بتاخد ممكن تكارك في كركة كده تحضر العربية يدوي. لو ما جاتش معاك بترفع الكابينة بتاع السواق، بتاخد من على الرشاشات، بتاخد هواها كده بكل رشاش رشاش بتطلع الهوا اللي فيه عشان تقدر تجمع السولار تاني للماكينة بتشتغل معاك بكفاءة عالية. تخرج الهواء اللي دخل تخرج الهوا اللي جوه المنظومة. انا عارف، انا بهز دماغي اه وانا يعني لا نص بس الكلام بحاول افهمه. لا بس انت بتستوعب معنا انت يعني. حبيبي، الله ده انت يخليك، حبيبي، الله ده يخليك يا ربنا غالي، الله يكرمك. يبارك فيك يا باشا. طيب، انت اتجوزت يا أستاذ تامر؟ الحمد اتجوزت لله. امتى؟ انا اتجوزت يعني بقالي 12 سنة 13 سنة. ما شاء، ده عن حب ولا جواز؟ عن حب الله الله وجيران الله 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 الله، لا ده انت جيران بنت تحكي لي. الجيران. بنت الجيران. اه يعني اسطى تامر اي وبنت الجيران، ده الموضوع اه دخل في سكه. انا بحاول اجيبك يعني ترى. السكه. طيب قول لي بقى، لا ايه القصه؟ والله يعني قصة إن بالنسبة للجواز يعني كان بنت الجيران وبروح الشغل وكده وناس طيبين الجيران اللي في دمياط. في دمياط. كنا في قرية، يعني أنا دلوقتي قاعد في مدينة، اه. كنا في قرية بيت جنب البيت وكده وأهلها برضه ناس طيبين وأصحابنا وكده، وأخوها صاحبي بزيادة، فاهم. هو ده اللي شجعني برضه عن كده والحب. الله. ايوه. حب حبيتها قد ايه قبل الجواز؟ يعني 3 سنين. يعني كانت في المدرسة واستنيت لما هي خلصت المدرسة بتاعتها، تمام، ومتجوز بيها في المدرسة كمان. وكملت تعليمها بعد وكمل كان لسه سنة خدتها منازل يعني 3 سنين قصة حب يعني، وبعدين اتجوزتوا وربنا أكرمكم بالخلفة. معايا كريم وكرمة. كريم كريم وكرمة. وكرمة. كريم بقى ليه حكاية معايا برضو ايه، احكي لي بقى. وانا في الشغل. يعني كان اول حاجة ليا، وفضلت فترة كده متأخر في الولادة وكده، فكنت مسافر يعني، حملت من منى دمياط وبعت لنقلتي، فحصل لي عطل في العربية في الهوا. العربية ما بتشحنش هوا، ما دام ما بيوصلهاش هوا مش هتمشي، لا معاك دبرياج ولا معاك فرامل، تمام. في اليوم ده مراتي كانت بتولد، فانا يعني مش عارف اسيب بتولد في دمياط، وانا طبعا في العربية محافظة عطلانة تانية منك. والعربية عطلانة مني، لا قادر اسيب العربية، لا طبعا، العربية محملة العربية بضاعة. محملة بضاعة، ولا قادر اروح لهم، ولا قادر حتى ان انا مثلا كنا في وقت متأخر ان انا امشي نفسي بأي حاجة وامشي. كان الموقف ده صعب معايا طبعا يعني. ده كان سنة كام؟ يعني كان حاجة و90 يعني يعني كمان برضو حتى فكرة الاتصالات مش زي دلوقتي، لا انك تعرف تكلمه مثلا فيديو لا هو تبقى. كان لا فيديو، لا مفيش فيديو، يعني كان اتصال كده طبعا، وكنت انا عطلان بقى وفاصل، فدخلت جبت اخري بقى ان انا اصلح في العربيه، حليت البلف وحاولت ان انا امشي نفسي. ما حصلش برضو، ما العربيه ما شحنتش، فتعبت بقى وفصلت، دخلت نمت. فنام بقى زعلان ازاي يعني انا في موقف زي دوت، ومراتي واول وهي حاجه بتولد. وهي بتولد، تمام. فالموقف ده يعني، ومش انا لوحدي طبعا، يعني في سواقين كتيره، وبتبقى مثلا انا في جوه مصر، يعني انا ممكن يوم اي حاجه هتصرف وممكن اروح، لكن في بقى ناس بتبقى مثلا في جمارك في ليبيا، اللي هو مزنوق، مش ده خلاص بقى، ده ولا ممكن يعرف يتصل ولا يعرف هم بيعملوا ايه ولا هم فين اصلا. طيب، لما العربية اتصلحت، يعني العربية اتصلحت امتى ورجعت لهم وكانت؟ انا يعني سبحان الله صلحت العربيه وكنت محمل يعني حموله يعني 35 طن، فاهم. انا مش عارف العربيه راح توصل دمياط ازاي. في اقرب مكان للمينا كنت سبت العربيه لوالدي وقلت له انا كفايه عليا كده بقى، راح اشوف يعني الجماعه. كريم. يعني ولحد دلوقتي يعني مراتي، ده انت يعني ازاي ده انت في حاجه زي كده ومش معايا، زعلان. بس الظروف. الظروف بقى، اكل العيش. اكل العيش. وكارما اتولدت بعد كريم بقد ايه؟ كارما بعدها بسنتين، يعني بس ما قريبين شاء من الله. بعض. طيب انت ناوي الكريم انه برضه يدخل السكة بتاعت السواقة؟ انا بالنسبه للسواقه حبيتها من صغري، ف بس بصراحه السواقين يعني في ضغط عليهم من جهات كتير، وانا ما احبش ان ابني يطلع سواق. يعني انا علشان بكلمك بصراحه الوضع الحالي، انا احب المهنه جدا واتشرف بيها. بص يعني انا عندي صفحتي
اسمها سواقين بلدنا الشطار. الصفحة دي للسواقين، أنا عاملها كده للسواقين بس، سواق عطلان على طريق، سواق مش لاقي شغل، سواق يعني أقرب حاجة مشكلة حصلت لسواق من عندنا من دمياط كان محجوز في ليبيا. هم. أوراقه تمام ووقفوه على كمين في ليبيا. تمام، قعد 14 يوم بدون وجه حق. هم. 14 يوم. السواق طبعا محجوز هناك ومحدش يعرف حاجة عنه محجوز، هنا. ويعني الشتم هناك والمعاملة، وكان عنده مشكلة كده، طلع له مثلا حاجة كده وعاوز مشكلة علاجات، صحية يعني. مشكلة صحية وفضل تعبان. اتوصل معانا على الصفحة هم. حد من عندهم من البلد، فنزلنا المنشور. يعني المنشور ده أقول لك بسرعة البرق عدى في خلال 24 ساعة. كان السواق ده أموره تمام، والناس اللي هانوه وشتموه اعتذروا له. هم. في ناس من ليبيا برضو ناس محترمين، أهالي مش تدخلوا هم تدخلهم وقابلوا الراجل، وبعد ما خرج خدوه واتغدى واتعشى ضيفوه واستحمى يعني. وضيفوه أحسن ضيافة، وطلع يكمل رحلته. ما شاء الله. بيقابلنا كتير طبعا لا يعني. بس انا هقف شويه عند فكره سواقين بلدنا الشطار. يعني الصفحه دي جت لك فكرتها منين؟ حد ساعدك فيها في الاول؟ لا، لان هي بس ما شاء الله دلوقتي عليها اكتر من 90,000 داخلة متابع. على المليون يعني، ما شاء الله. أيوة. مم. والله هو في البداية أنا كنت شخصي عادي باسمي تامر تحسين. فأنا من حب العربيات وصورها وحواديت السواقين، فجت في دماغي الفكرة إن أنا أعمل صفحة باسم إيه، ما كانش منتشر يعني موضوع السواقين والعربيات ده على السوشيال ميديا دلوقتي بكثرة. عملت الصفحة من 2016، وبدأت أشتغل عليها بقى، يعني أشوف حد مثلا حاجة، حد بعت لي على الرسايل في الأول مثلا انت من الاول سميتها اللي هو الاسم بتاع سواقين بلدنا نفس الشطار؟ الاسم ده من ما 2016 ما اتغيرش. اتغيرش. طب ايه الاسم ليه والله أنا بقى يعني هو سواقين، وحبيت أجمع الأحباب ونبقى مثلا يعني أسرة واحدة. يعني أنا لحد دلوقتي جميع محافظات مصر وبره مصر معايا أصدقاء. اه أصدقاء يعني أنا ممكن في ناس كتيرة ما تقابلناش شخصيات، بس الصفحة مجمعان في الخير ايه يعني. سواق عطلان تلاقي بعت لنا على الرسايل، سواق بيدور على شغل يبعت لك رساله على يبعت الصفحه وانت لنا، تنزل بقى تباع مساعد وبيجي لي شغل. وبيجي لنا طبعا شركات ومكاتب طالبة إعلانات مم. إن أنا أنزل مثلا للسواقين، اه لأن أسرة يعني زي أسرة كده ببعضنا. طب العدد اللي هو عدد المتابعين يعتبر نوعا ما كبير، أي فده من اول ما بدأت ولا هي لا صفحة طبعا، قعدت لا ده أنا من سنين طبعا بنجمع، ومادام في الخير الأمور فالناس بتمشي انت يعني. عارف موضوع الشطار ده حلو لان اه اصلا كلمة شطار أي في التراث بتاع القصص والكلام ده اللي هو كان بيتقال على الناس اللي هي المخلصة اللي الشاطر حسن، بالظبط علي الزيبق كان من الشطار هكذا، يعني اللي هي بالظبط فكرة اللي هو اللي بيخلص اللي بيعمل اي حاجة المهمات المستحيلة، أيوه، فهو لايق شوية على بس بالصح طبعا يعني، ما بالصح. لينا الجزء الصح، ناخد الجزء الصح. تمام. اشرب الشاي يا اسطى تامر، بتحب الشاي؟ طبعا ده أول حاجة للسواقين، الشاي والقهوة. المنبهات المنبهات اه شاي وقهوة يعني. انت على الطريق تقريبا بتقضي كام ساعة؟ والله على حسب الرحلة يعني، على حسب المكان. احنا بنطلع مثلا من مينا، على حسب مثلا رايح القاهرة، رايح أسيوط، رايح أسوان. المشكلة بقى إن احنا في شغل النقل بتتحكم إن أنت ما تقفش في أي مكان. اه يعني أنت محمل مثلا ذرة، سكر، حاجات حديد، ما بتقفش في مكان تريح يعني. ما تقدرش تقف في، أنت معاك بضاعة ممكن انا عرفت ان يعني. المعدل بتاعكم ان بعد 4 ساعات انت لازم تفصل ساعة، صح؟ هو ده الطبيعي للسواقين، ده بس بيحصل يعني، ده بيحصل معاك؟ يعني نادرا، بالذات في الليل. اه يعني بالذات في الليل ما تقدرش تقف في أي مكان. بتبقى مثلا تقدر تشوف في اي مكان ليه امان مثلا، ولا انت بتبقى عايز تكمل الرحلة للاخر بسرعة؟ والله الاتنين. انت مثلا ممكن تكون طالع الدائري وحاطط في دماغك انت تطلع الدائري قبل 12، عشان الفضل. فما تقدرش، ممكن جعان ما تقدرش ان انت تنزل تجيب اكلك او كده، ممكن عشان تلحق بس تعدي، لان بتتعطل جامد. ممكن يجي عليك تكون يوم خميس، تقعد خميس وجمعة،
في قلب التعتمة حتى، فبالتالي عاوز ان انت تنجز وقت وما تضيعش وقت. في اماكن بقى برضو ان انا ما اقفش في اي مكان، مم. لان السرقة على الطريق منتشرة. ازاي بقى؟ يعني اغربها حصل كم موقف معانا كده، وعلى الصفحة برضو جاي لنا بلاغات. مم. بوابة بورسعيد، بوابة حلوان. ايه اللي بيحصل عند يعني الموقف؟ السواق بيبقى طبعا جاي، انت وقفت كده خلاص بقى جبت اخرك، مش قادر ان انت تمشي قدام، مم. خوفا على مال الناس وخوفا على روحك وأرواح الناس، مم. فمحتاج إن أنت تريح. تمام، بتيجي مثلا عند البوابة دي، بتقف تنام. طبعا اللي نايم ده نايم خلاص، ما عادش فيه جهد، فصل بقاله فنايم. تمام، بتطلع بقى ممكن صندوق العدة يتفتح، يتاخد الكوريك، يتاخد العدة اللي انت بتشتغل عطلت بيها على الطريق تتاخد منك. ممكن بطارياتك، ممكن وده كتير بيحصل. الجديد بقى ان هم بيخدروا السواق وهو نايم. بيخدروا السواق. بيرش بنج، بيخدروا السواق، يطلعوا بقى الكابينة بقى تاخد تليفوناتك، عهدتك، مم. كل حاجة تتعلق في طب كم. والاستراحات؟ لا، مش امان برضو؟ ما فيش استراحات في مصر كافية. اه. يعني على طريق محور 30 يونيو ما فيش استراحات. وانت لازم ده ده تكمله طريق للاخر. اهوت، يعني قاطع 4 محافظات: مم. شرقية، اسماعيلية، بورسعيد، دمياط، السويس. مفيش استراحة رسمي. عاوز انت بقى تقف عند بوابة بتاع الوطنية اللي هو بتاع الجيش، مم. مفيش عليها امن. اه. يعني هي بوابة المفروض تكون استراحة ان انا اقف، يبقى ليا مكان ان انا مثلا اخش دورة المية، اغسل، اعمل، تفصل انام، بقى بشكل كامل. اعرف انام لي شوية. لا، مم. مفيش الكلام ده. بتقف زي ما بقول لك كده، طبعا بتتسرق، بتثبت، ممكن تتضرب. تتثبت ازاي؟ تثبت وانت ماشي على الطريق ولا وانت تتثبت وانت ماشي راكن العربيه؟ في، والله انا قبل ما اقابل حضرتك على طول، جاي لنا على الصفحة. يعني في ناس انت بالعربية مثلا، ده عربية صغيرة، انت ما يعرفش يعمل معاك حاجة، ما يعرفش اللي هو يوقفك غصب عنك. مم. معلش انت ممكن تطيره، شيله اه. تشيئه، يعني ده روحي، مش هسيب روحي واسيب مال الناس يروح مني. تمام، لكن بقى لو بسلاح ابيض، سلاح، انا مش عاوز اقول لك يعني على الموقف عشان مش عارف هينفع يطلع لا لا، ولا لا. قول قول. آه، العصابه ديت في الاقصر في الملفات بتاع اسوان. مم. الحته دي خطر بقى، ومفيش في عليها رجلين قبل كده، والناس بيحذروا منها. الكلام ده امبارح مم. صديق معايا احمد بعت لنا الموضوع ده قدام عينه، حذر يعني، وحد ثقه ان انا واثق في كلامه. بيطلعوا عليه بعربية وفنان، يضربوا عليك نار عشان تقف. ضربوا على سواق على العجلة القدامانية، العجلة جابت هوا بس ما وقفش. ما السواق التاني ضربوه في الكارتيرة بتاع الزيت، جابت زيت. مم. يعني ممكن المكنة تولع. تتدمر. اه. في حاجة بقى دي اللي استوقفتني ومعلقة معايا، إن هما معاهم راس حقيقية. راس حقيقية. بيهددوه بتيجي بالفكره انت كده. بقى خلاص وقفت، فانت طبعا بقى مش هتتناقش معاهم مم. وتقول لهم لا والنبي ده انا ما معيش. ساعة ما تشوف الراس، لو معاك اي حاجة مخبيها تديها لهم ايوه. وتطلع. يعني كانهم بيقولوا لك انك لو ما سمعتش كلام خلاص بقى، ده هو دي مصيرك. ده اه. مصيرك. يعني ده حاجة مستوقفتني لسه حالا، انا ما كنت متردد ان انا احكيها، بس يعني حاجة ما فيش بقى بعد كده. ومن ده كتير يعني، في سواقين راحت بسبب العصابات، وعربيات راحت اصل في فصل بضاعتها، بيوقفوا العربيه بياخدوها، وطلعوا العربيات تروح تتقطع، البضاعة بتتباع، مم. وكله في الآخر على دماغ السواق. ليه؟ السواق اللي مسؤول اه، ده يعني الاول والاخير مضى قدام على بلوسته، الزبون. مضى اه. على بضاعته. طيب انت على الطريق يا استاذ تامر، وفي نفس الوقت بتجيلك مشاكل كتير، انت ممكن شايف حاجه زي دي تتحل ازاي؟ يعني تتحل ازاي على الطريق؟ مشكلة زي قطع الطريق مثلا قطع او تثبيت. الطريق، وهو لو احنا عرفنا مشكله الاستراحات. احنا محتاجين الاستراحات تزيد، استراحات، أيوة، وتبقى وفي استراحات رسميه. رسمية وفيها مثلا أمن. يعني بالظبط. لو العربية مثلا هتقف وتدفع أي حاجة، بس يبقى السواق نايم مطمن. ومطمن، ايوه. قايم يلاقي مكان يغسل وشه ويلاقوا. بس احنا دلوقتي متوفرين بالنسبة للمعيشة. احنا عربيتنا كلها دلوقتي فيها المطابخ، مم. فيها
فانت عايز مكان امن انك أنا تسيب فيه العربيه. أنام، يعني أنام في قلب عربيتي بس أبقى نايم متطمن، أنا أقوم مفيش مثلًا حد يطلع الكابينه يطلع يعني يسرق حاجه من بره. يعني الكاوتش يوز كاوتش من 30 40 ألف بيروح في لحظة، شغل العربية طول الشهر راح. بالضبط. ويعني بالنسبة للأمن إحنا السواقين مهددين، الطرق طبعًا الطرق اللي هي الصحراوية ما فيش إضاءة كويسة، ما فيش يعني خدمات، فالناس بتبقى خايفة، إن أنا 4 ساعات المفروض إن أنا أنزل أبُص على عربيتي أفوّق نفسي إن أنا أقدر أمشي، أبقى ماشي تفصل. مركّز وآه. هل ده ممكن يحصل في كل الطرق، ولا قطع طريق بيزيد اكتر لو السواق قرر ان هو مثلا يخرم على الطريق الرسمي او الطريق الاساسي لأ، اللي ماشي هو عليه الناس؟ الطرق اللي هي التخريمات ديّة كده حتى السواق اللي هو يعني راح هو اتجنى على نفسه، أنت عارف اللي أنت رايح مكان مثلًا عشان توفّر ربع ساعة والّا نُص معلوش ساعة. رجل كتير. فلأ إحنا الطرق اللي هي الطرق بتاعتنا السريعة، ده اللي بنشوفه عليه، زراعي، صحراوي، خط الصعيد، قبلي، بحري، بنشوف ده كتير. يعني على طول رسايل أنا راح مني كاوتش، أنا راح مني كوريك، أنا راح فتح عليا خد مني تليفوني وعقدتي، شغل طول الشغل راح في لحظة. بس برضو يعني ده انا اظن انه هيبقى اكتر في الطرق، ممكن تكون الطرق القديمه شويه، آه. لان الطرق الجديده نوعا ما اتحطت عليها فكره الكاميرات أيوه، بقت. بس هي الكاميرات دي لمراقبة السواق حزام، يعني بتبقى مش في كل الأماكن، لكن هو الطرق بقى الجديدة إحنا عندنا شبكة طرق كويسة، مم. يعني عندنا شبكة طرق كويسة أو طرق يعني غير الأول زمان كنا بنعاني عشان مثلًا تروح الصعيد أو تروح هنا أو هنا، ده جهد. مم. جهد على السواق. فالطرق دلوقتي يعني أحسن نوعًا ما، بس الأمن والأمان مش لاقيينه على الطريق، يعني كل طريق لو استراحة 2 اللي على السواق يقف يريّح يبقى متطمن على بضاعته، لإن على أقل عربية مثلًا محمّلة ذرة، محمّلة حديد، ده أنت محمّل ملايين، طبعا غير تمن واخدتك. العربية ملايين. طيب، يومك المثالي يا أسطى تامر، يعني يومك اللي هو اليوم اللي تقول ده 10/10 واليوم ده لو اتكرر أنا هابقى مرضي، يبدأ إزاي؟ وبتضبط اليوم إزاي وينتهي إزاي؟ خلّينا يبدأ إزاي يومك المثالي؟ يعني لمّا ربنا يكرمنا مثلًا وفي الشغل واتلقيت نقلة مثلًا كويسة، تمام، وربنا ييسّر لنا الحال إن أنا حمّلتها على طول، وربنا ييسّر لنا الأمور ورُحت وخدتها على طول، ده حاجة بُص بقى ما إن تخلص أقولكش. سالكة يعني ممكن تحمّل في الجمارك أو في المواني أو يعني ممكن تقعد تعِد يوم و2 مستني حمولتك. لكن لو خلصت بسرعة ده كده يبقى ربنا. ممكن طبعًا بتروح برضه في التفريغ وتقعد يوم و2 و3 وأسبوع، يعني ممكن أصحاب البضاعة يحمّلوك ما عندهمش مكان إن أنت تعتّق فيه. إمم. فبتفضل واقف يوم و2 و3 إن أنت تعتّق نفسك، وبعدين يعني نفس سعر ديّة اللي أنت عملتها في يوم، زي اللي عملتها في 3 زي اللي مع الله، فيعني دي حاجة كويسة جدًا إن أنت يعني تخلّص بسرعة وإنها تبقى متيسّرة كده. متيسّرة، ده بقى الاستباحة الحلوة. بتغيب عن البيت كتير؟ يعني طبعًا، يعني أطول أي مرّة سواق مثلًا؟ أي سواق بالذات سواقين النقل بتغرّبهم وبيقعدوا، يعني إحنا بالنسبة لنا كلنا شغلنا هنا في داخلي، مش خارج مصر. السواقين بقى زمايلنا شغالين برّه مصر، الأردن، الكويت، بتوع البرادات، بيقعدوا طبعًا بالشهور، شهر، 2. كان عندنا مشكلة برضه كنت عاوز أقول لحضرتك عليها، اتفضل. السواقين كانوا في السودان، آه. بيحمّلوا نقلة في سمسم. الأحداث في الأخيرة الأحداث الأخيرة فطبعًا. برضه جات لنا على الصفحة، يعني السواقين دي اتبهدلوا آخر بهدلة، قعدوا هناك في نقلة 3 شهور، حمّلوا النقلة نقلة سمسم وكان عليها مشاكل بين الجمارك، الجمارك دي والجمارك ديّة واللي اتحط عليها السواقين رايحين في الصيف يعني إيه قعدوا. اتحط عليها السواق؟ يعني اللي شال أيوه، ما هو المشكلة؟ هو اللي شايل اللي اتعرضوا على النيابة هناك إيه ده الموضوع كبير يعني و4 أيام واتخلص بينهم، يعني خلاص السواقين ما فيش عليها مشكلة، فضلوا 3 شهور السواقين رايحين من الصيف بهدوم نُص كُم، رجعوا في الشتا. رجعوا في الشتا قعدوا هناك 3 شهور أو 4 في الشارع، هدومك صافي دخل عليك الشتا، دخل عليك ناس تعبانة عندها السُكّر ما فيش علاج، طبعًا في أزمة السودان اللي مش حصل هيعرف ده يجيب حاجة. ولا أكل بيشتروا المَيّة.
المية بيشتريها، الطماطم اللي هي حاجات البسيطة دي كلها بمبالغ، يعني في 3 شهور هو صرف قد النولون بتاع العربية، غير بهدلته وغربته عن أولاده وعن أهله وتعبه ومش عارف النفسي هيرجع امتى. والجسدي. ف... فصعب، كانت صعبة جدا. صعبة يعني بجد. يعني عاوزين إن إحنا مثلا كسواقين، عاوزين مكان عندي مشكلة إن أنا أروح ألاقي حد يحلها لي، لكن إحنا عندنا النقابة وعندنا، يعني إحنا بندفع تأمينات وبدفع ضرايب، عندي أي ظروف هلاقي حد يحل لي، ما بلاقيش حد أتكلم معاه. يعني إحنا لولا يعني بنتجمع مع بعضنا كسواقين ونقدر إن إحنا مثلا بنعمل شير كتير وبنعمل نقدر عليه، يعني أضعف الإيمان إن إحنا نشير. فده تخلي ان في حد يسمع، حد ممكن يدخل بتخلي يتصرف. بتخلي الأمور تمشي شوية. مم. طيب وانت بره بتاخد ايه من البيت يفكرك بيك؟ أنا عندي في العربية صور كريم وكارما. آه ايوه. دول معايا وبتكلمهم وانت في الطريق؟ طبعا صوت وفيديو ما شاء الله، ربنا طبعا يبارك. الدنيا اتحدثت عن الأول. كان أول والدي في السعودية يبعت لنا بقى الشرايط اللي هي اللي بتاعت مسجل عليها، ايوه. ونقعد بقى طول الليل نسمع بقى صوته ونسمع والشريط يبقى معاك جواب، او جواب هو اللي معاه بالظبط. الشريط وتسمع ويبقى لكن مسجل. الدنيا انا اتغيرت. عشت برضو، كان والدي شويه في السعوديه، فكان موضوع نفس الفكرة. الشريط ده كده يعني. أي طيب انت وسواقين زمايلك كتير على الطريق بالليل، والطريق اصلا بالليل ده قصص يعني. ومش عندنا احنا بس، يعني في السعوديه مثلا عندهم حاجه مرعبه جدا على الطريق اللي هو اسمه ابو فانوس. ده اللي هو انت ماشي على الطريق في البر، او اللي هو في قلب الصحراء، ولقيت نور بيلمع هناك، ونور لوحده، ده مش عربيه، ابعد اجري. او لو انت طالع البر ولقيت نور كده واضح انه ماشي، فابعد برضه. ده يعني ابو فانوس شبه النداهه عندنا شويه. فانت في قصص كده بتقابلها على الطريق او بتسمعها من السواقين؟ والله لا، احنا بنسمع كتير يعني من طب انت قابلت السواقين. حاجه؟ انا شخصيا لا، لا، ما يعني قابلتش. عشان ما طب ايه بنيجي، القصص بس اللي انت يعني بتسمعها؟ السواقين يعني مثلا تلاقي حد قاعد جنبه في الكابينه؟ في الكابينة، يعني دي كان يعني مكان فيه دم قبل كده وأرواح وكلام من ده، وتلاقي حد جنبه في الكابينة وبيتكلموا. تبص تلاقي حاجة كده عدت قدامك، تمام، الطريق ده وبعد الفترة تلاقي برضو نفس الشيء عدى قدامك، يعني انت عضعت كيلويات تلاقي نفس الشيء راح معدي قدامك. ده مواقف كتير وانت يعني. على طريق لوحدك، والنور الوحيد جاي من نور بتبقى يعني تبقى قصص كبيرة